اسبانيا بطل اليورو، الفوز لمن يستحق. الاهلي بيفاوض مهاجم من الدوري السويسري من انديه النخبه كمان في سويسرا. وكمان المنتخب المصري الاولمبي بيتعادل 1-1 مع اوكرانيا. وكمان ميعاد السوبر الافريقي ما بين الاهلي والزمالك اتحدد خلاص. اهلا بيكم في استوديو كوره، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. منتخب اسبانيا المنتخب صاحب الاداء الاعلى في بطوله يورو 2024، احلى كوره ممكن تتفرج عليها، ومصنف حاليا ان هو احسن منتخب بيلعب كوره في العالم كله. بعد ما ديل فوينتي نايمنا ونايم ساوث جيت ونايم الدنيا كلها في الشوط الاول ان اسبانيا هاديه ومش في مستواها، وان انجلترا ممكن تفوق وترجع وتبقى ند. في الشوط الثاني في اول دقيقتين بيفاجئنا باداء وتكتيك اسبانيا اللي كان ماشي طول البطوله وضغط اعلى من اي فتره، عشان ايناكي ويليامز يفتتح النتيجه بعد دقيقتين من الشوط الثاني بهدف حكايه. الكور اللي على الارض ال1 2 والمثلثات ويلا وهوب ويرقص وجون ولا اروع جون حكايه. انت بتتكلم بجد منتخب اسبانيا بيبدع. انجلترا حاولت تضغط وواحد واثنين ومره واثنين وثلاثه، وكره بجود بلينجهام على ال 18 بياخد يعمل واحده ترقيصه من ترقيصات زيدان، ويفكرنا بايام زيدان، ايام ابداعه مع ريال مدريد. وناس كتيره بتقول ان ستايله قريب من زيدان، بس يحط الكره جنب العارضه. وهوبا بعد كده على طول من البديل المحترم اللي صراحه يعني مش واخد حقه، كول بالمر ينزل ومن كره على ال 18 يحط هدف بتسديده ولا اروع، في على شمال على بتسديده في بشماله في اخر الجون. اوناي سيمون ما يعرفش يعمل معاها اي حاجه، تسديده حكايه على الارض. طيب اسبانيا تسكت؟ لا. لامين يامال لوحده يعني اسمه يلخبط، هو يلخبط من كتر الترقيص اللي بيعمله صراحه في الملعب وادائه. كورتين على بيكفورد، تسديدتين الاثنين بيكفورد بيرجع الامل لانجلترا تاني بالتصديات اللي كان بيعملها. بيكفورد كان عنده باور مش طبيعي، بس للاسف يعني بالنسبه لمنتخب انجلترا ما فيش روح في الملعب ولا اداء بالقوه بتاعت منتخب اسبانيا. منتخب اسبانيا البديل بينزل اساسي بيلعب باور وروح قتاليه مش طبيعيه. احنا اللي هناخد اللقب باي شكل. ومسلسل هجمات شغال شغال شغال، تيجي كره عرضيه كورنر يتلعب، اول كوره يلعبها بالهيدر مارك جويهي يشيلها اوناي سيمون، تترد تاني تتلعب اولمو يشيلها من على خط الجون. اسبانيا بتقول احنا موجودين مش هيروح علينا الماتش. هوبا كره تانية 1 2 ما بين يارزابال مع كوكوريا، ردها له تاني جوه ال 18 بجون على طول. اسبانيا تخلص الماتش. صراحه اداء حكايه، يعني منتخب كسب كل المطوشه بتاعته، اول مره منتخب في اليوروب في دوري الابطال في البطوله الاوروبيه عامه في اليورو يحقق نتيجه وان هو يكسب على طول كل المطوشه. ومطوشته مش اي مطوشه، ده كسب ايطاليا وكسب كرواتيا وكسب المانيا وفرنسا، كسب كل الناس تقيله عن جداره. صراحه منتخب الاسباني يستحق يعني نقول له شابوه، ونقول له ديلا فوينتي حرفيا انت مدرب عالمي. صراحه انت التكتيك والباور والروح، يعني انت لما تيجي الراجل في ما بين الشوطين عندك رودري اللي هو احسن خط وسط، احسن ديفندر في العالم حاليا، والقيمه التسويقيه بتاعته وصلت 150 مليون يورو. لعيب عندك بالتقل دوت يتصاب وينزل زوباميندي وما تحسش باي فرق. تغييراته، التكتيك بتاعه، عنده قلب في اخر الماتش طلع لامين يامال، طلعه خالص اصلا بره الماتش وتنزل ميكيل ميرينو عشان تمسك نص الملعب وتوقف على الكره وتقفل الملعب. خلاص فاضلك الوقت بدل تضيعه 5 دقائق في الشوط الثاني. الراجل عنده قلب، وصراحه منتخب اسبانيا شابوه 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 شابوه. طيب نيجي للنقطة الثانية والخبر الثاني المهم بقى معانا اللي هنتكلم عليه. النادي الأهلي بيفاوض لعيب وبدأ يتكلم ويستفسر على اللعيب من الدوري السويسري. اللعيب دوت جناح ومهاجم نادي اف سي زيورخ، نادي من الأندية الثقيلة في سويسرا. اللعيب دوت اسمه جوناثان اوكايتا. اللعيب ده كونغولي بيلعب لمنتخب الكونغو، مثلهم مرتين مباراتين ما عملش فيهم ولا اسيست ولا سجل اهداف. الراجل دوت بيلعب مع ده تاني موسم ليه مع نادي زيورخ، بيلعب على الجناح وبيلعب راس حربه. الموسم ده لعب 38 ماتش، سجل 12 هدف وعمل 3 اسيستات. فتره ابداعه وفتره ادائه الاقوى ما كانتش في فتره زيورخ على فكره، كانت في 4 سنين قضاهم مع نادي نيمخن في الدوري الهولندي. صراحه لعيب مهاري حريف، طوله 181 سم. الراجل دوت ميزته ان هو راكز على الكوره، بيلعب كروسنج حلو، بيفنش وبيشوط كويس ومهاري. صراحه مش هقول لكم ان هو اللعيب الواو، اللعيب اللي هو السوبر اللي هو هتشوفوا حاجه ما حصلتش.
هو قريب قوي وشبه قوي جونيور اجاي. جونيور اجاي ايوه لعيب الاهلي، هو نفس الستايل تقريبا، بس هو يمكن يعني احرف شويه، بس تحسه وهو بيستلم وهو بيقف وهو بيباظي وهو بيرفع وهو بيشوط، هو نسخه من جونيور اجاي. على فكره سنه 27 سنه، مش كبير، مهاجم كويس. القيمه الحاليه بتاعته حسب ترانسفير ماركت 2 مليون يورو، فاضل في عقده سنه، يعني عقده ينتهي الصيف السنه الجايه 2025. طيب النادي الاهلي بدا يستفسر ويتكلم مع نادي زيورخ ويتفاوض معاه، تقريبا نادي زيورخ ابتدى يطلب مطالب عاليه، بس الموضوع ماشي في التفاوض. هل الراجل دوت هيجي النادي الاهلي ولا لا؟ ده اللي هيبان معانا في الايام اللي جايه. طيب نقطه تانية برضو بخصوص النادي الاهلي، اليو ديانج خلاص احنا اتكلمنا قبل كده، النادي ديانج طالع اعاره ب 650 الف دولار لنادي الخلود السعودي. برضو كهربا لسه الكلام جدي ان كهربا بنسبه كبيره هيرحل. في خبر برضو جديد ان بنسبه كبيره محمد شريف مش هيكمل مع نادي الخليج. احنا قلنا في احتماليه ان محمد شريف يترشح للنادي الاهلي لو هيمشي من نادي الخليج. الراجل فيه كلام انه عنده عروض من بعض الانديه الاوروبيه، طبعا مش من الدوريات العاليه، لا الدوريات المتوسطه، مع عرض من الدوري السعودي برضو ان هو يكمل، وعنده طبعا النادي الاهلي. هيروح فين؟ الموضوع هيمشي ازاي؟ هيبان معانا في خلال الايام اللي جايه. محمد شريف وضعه هيبقى ماشي ازاي وهيروح فين؟ بس الارجح بنسبه كبيره ان محمد شريف يرجع بيته النادي الاهلي، لان هو الافضل ليه ووضعه. بس هو الراجل بيقيم وضعه وهو هيبقى وضعه ايه لو رجع النادي الاهلي. عندنا وسام ابو علي، وفي كلام دلوقتي على التفاوض على مهاجم تاني قوي ينافس، فمحمد شريف هيبقى في وسط ثلاثه، وثلاثه عنده اثنين كمان اقوياء، فالنسبه الاكبر ان شريف مش هيبقى حاجز مكانه، هيبقى الموضوع معتمد على الروتيشن وعلى اولويات كولر. طيب ايه تاني في الاخبار اللي حاصله واللي تمت النهارده؟ منتخب مصر الاولمبي بمشاركه زيزو والنني ككابتن المنتخب الاولمبي بتعادل 1-1 مع اوكرانيا الاولمبي. اوكرانيا بتتقدم الاول، وبعد كده في الدقيقه 75 قطه بيتعادل بمراوغه رائعه وبيسجل هدف جميل لمنتخب مصر في الدقيقه 75. نتمنى توفيق لمنتخب مصر اللي هيشرفنا ان شاء الله في اولمبياد باريس في خلال ايام البطوله هتبتدي. طيب ايه حاجات تانية مهمة النهارده؟ في نهائي كوبا امريكا ما بين كولومبيا والارجنتين. الارجنتين بقيادة ميسي كالعادة مبدعين، والمفاجأة هو خامس رودريجيز اللي هو بيبقى شخص تاني تماما غير اللي خامس رودريجيز اللي بتشوفوه مع الاندية. خامس رودريجيز بيتقمص دايما انا القائد، يبقى شخص تاني ولعيب تاني مع المنتخب، بيبقى لعيب قوي جدا جدا جدا. ماتش النهارده الساعة 3 الفجر هنتكلم عليه بكره ان شاء الله. الماتش دوت باذن الله متوقع ان هو ماتش برده قوي، ويكون في اداء قوي ما بين كولومبيا اللي عندها لقب واحد والارجنتين اللي بتسعى ان هي تعزز لقبها ال 15 وتاخد ال 16. فانت بتتكلم في تنافسيه، وكولومبيا عامله اداء حلو قوي، وعندنا برده الارجنتين عامله اداء حلو قوي، بطل العالم اللي فات. لا يعني ماتش هيبقى قوي قوي، وهيبقى فيه نديه عاليه جدا، واللي يقدر يسهر يتفرج على الماتش ده هيتبسط، هيبقى ماتش حلو جدا. نيجي بقى الخبر السوبر الافريقي ما بين الاهلي والزمالك. خلاص اتعدل، خلاص يوم 27 سبتمبر اللي جاي هيبقى ماتش السوبر الافريقي ما بين الاهلي والزمالك ضمن فعاليات موسم الرياض في السعوديه ان شاء الله. طبعا الماتش اللي فات ما بين الاهلي والزمالك اللي اتنظم في السعوديه كان ولا اروع، وكان الارضيه الملعب والجمهور حاجه تفرح صراحه. وان شاء الله بننتظر يعني ماتش بقى السوبر الافريقي ما بين الاهلي والزمالك يبقى ماتش اقوى واعلى ان شاء الله، يبقى التنظيم اعلى واحسن، وكمان باذن الله يبقى ماتش قوي جدا يعني يليق باسم الاهلي والزمالك وجماهيرهم اللي صراحه بتملى المدرجات في اي مكان في اي دوله عربيه ايا كان الماتش دوت في اي حته في العالم. لا هتلاقي الملعب مليان وفي اداء وروح، ونديه ما بتحصلش قبل كده. تمام. في نهايه الحلقه اتمنى ان حضراتكم تكونوا اتبسطتوا معانا، وان شاء الله تستنونا باذن الله دايما في اخبار حصريه واخبار جديده من استوديو كوره. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وشير، تمام، وتعمل اشتراك في القناه لو عجبك المحتوى بتاعنا، وان شاء الله تلاقوا دايما عندنا كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.